السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور، وسنسلط الضوء اليوم على تتويج فيلا كوت ديفوار بالتاج الإفريقي. توج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية بفوزه 2-1 على نيجيريا مساء اليوم الأحد على ملعب الحسن وتارا. تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 38 بهدف قائده ويليام إيكونغ، لكن المنتخب الإيفواري قلب الطاولة وسجل هدف التعادل لأصحاب الضيافة فرانك كيسي في الدقيقة 68، ثم أحرز سباستيان هالر هدف الفوز في الدقيقة 81، وحقق المنتخب الإيفواري اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1992 و2015 بقيادة مدربه إيمرس فاي، بعد مواجهة مشتعلة تفوق خلالها على البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا. وكان منتخب كوت ديفوار قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة من دور المجموعات، لكنه صعد بشق الأنفس ضمن أفضل منتخبات حصدت المركز الثالث ليكمل مشواره نحو التتويج باللقب. كان معكم الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور. إلى اللقاء في موعد آخر.